السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بأحلى متابعين. معادنا النهاردة مع الحلقة الأخيرة من المسلسل. تعالوا بنا في البداية نصلي على سيدنا النبي ونبدأ على طول. واتنكر في شكل بحار علشان ينقذ صديقته، واكتشف إن السفينة اللي كان راكبها راحت لنفس الجزيرة اللي عايش فيها الأب الروحي والمجرمة اللي خطفت صديقته، وكانت عايزة تسرق سيف التنين من الأب الروحي. وكان الأب الروحي متفق معاها إنها لو جابت له ويجي يعيش معاه بعد ما والده ووالدته ماتوا هيديله السيف، ولأنها ما نفذتش المطلوب منها فضرب كل اللي معاها ورفض انه يديلها حاجه وسابها ومشي. وكانت الجده متضايقه قوي وعايزه تاذي اي حد، وشافت ويجي وصان المتنكرين في شكل بحاره وطلبت منهم يرجعوا للمركب. فشاف ويجي ان دي فرصه كويسه انه يشوف فيها زيرو، وحررها وفعلا راح لها هو وشياو وحاول يكسر السلسله المربوطه بيها بس ما عرفش. فرجع لصان وقالت له انها عايزه تساعده، ومسكت ايده وعضتها وقالت له انها عايزه تسيب له علامه يفتكرها بيها طول العمر زي ما هو عمل مع يوي. وكان متضايق منها قوي وقالوا انها يروح لشيا، لكنها اقنعته انه لازم يستنى للفجر وكان هيسمع كلامها. لكن شياو قالت له انها سمعت ان الجده ناويه تاذي شيا، فجري راح له هو وصان وسمع الجده وهي بتقول انها تسمم شيا علشان تاخد منه السيف، وبعتت المقاتل اللي معاها باكل مسموم. بس قبل ما ياكلوا حذروا ويجي فضرب شيا المقاتل وشكر ويجي من غير ما يعرف هو مين، وراح للجده وطلب منها تبطل شر لانه متاكد انها عايزه سيف التنين علشان تقضي بيه على طائفه مينج، وعلشان كده هو مش هيديهولها. وطلبت الجده من يويو انها تضربه بقوه السم اللي في جسمها ووقتها هيتاذي. فرفضت يويو لما شيا سالها عن سبب احترامها ليه، فقالت له انها بتحترمه لانه الاب الروحي لويجي، فحس انها بتحبه من قلبها وهداها بتقنيه سريه، وطلب منها توصلها لويجي لما تشوفه. فقعدت تعيط وقالت له ان مات من 6 سنين، فضربتها الجده. ولسه هتقاتل مع شيا سمعوا صوت انفجارات من السفينه بتاعتهم، ووقفوا كلهم يبصوا عليها. واخد ويجي سيف صان وطار على المركب انقذ زيرو ورجع بها للشط. وما فيش ثواني وظهر لهم قارب صغير في حراس من امبراطوريه يانج، وطلبوا منهم يستسلموا ويعلنوا ولائهم للامبراطور والا هيقتلوهم. فابتدى شيا بالقتال ووقف ويجي يساعده، وعلشان صان تبعدهم حدفت لهم السيف الملك اللي معاها بعيد، فراحوا ياخدوه وهربت هي والباقيين بسرعه. ولان يوي كانت مجروحه فشلها ويجي ومشي بيها، وهي اللي دلتهم على مكان سري على الجزيره علشان يستريحوا فيها. وشكر شيا ويجي لانه انقذه وساعده، فقال له ويجي حقيقته وانه ابنه اللي اتولد على ايده، وما كانش شيا مصدقه وفاكره كذاب لحد ما ويجي فكروا بتعليمات ليه واخد ايده حطها على شيا. فاخدوا شيا في حضنه وهو بيعيط من الفرحه، وقالت له صان ان ويجي بقى زعيم طائفه مينج. فحس شيا انه فخور بيه جدا وكان عايز ينحني ليه، بس ويجي منعه وفضل يحضنه وقال له ويجي انه رئيس طائفه مينج بشكل مؤقت لحد ما هو يرجع. وهم بيتكلموا لمحت صان بنت شكلها متبهدل على الاخر، فخافت منها. ولما ويجي قرب منها عرف انها ليه بنت اكبر عدو لوالده، وقالت له ان والدها اخدها وراحوا على الجزيره علشان ياخدوا السيف. بس وهم في الطريق السفينه غرقت بيهم، وحتى ما تعرفش ان كان والدها ميت ولا حي. وترجت ويجي انه يساعدها في انها تلاقيه، ولما وافق سخرت منه صان وقالت ان الزعيم قلبه ضعيف وما يقدرش يرفض طلب اي بنت. وانتبه بعد كده ليويو وحاول يعالجها، ولما اطمن عليها اخد صان وراح يستكشف المكان فلقى شط البحر مليان جثث وسفينه متحطمه، وكان عايز يخرج الجثث ويدفنها بس صان منعته وقالت له ان ده اكيد فخ علشان العدو يستدرجهم بيه. وهو واقف لمح دخان في الغابه، ولما قرب منه لقى الجده بتولع في شياو، فطار على مكانها ينقذها هو وصان. وللاسف حراس امبراطوريه الفرس وصلوا لهم تاني فوقفوا يقتلوهم، ومسكت قائده منهم صان هددت بيها ويجي، ومن كتر خوف صان عليه طعنت نفسها، والطعنه وصلت للقائده اللي كانت ماسكاها وماتت. وكان ويجي هيتجنن فمسك واحد من الحراس كرهينه علشان يسيبوهم يمشوا، ورجعوا كلهم على الكهف. وقال ويجي لصان انه مش هيسيبها تموت وقعد جنبها علشان يعالجها، لكن زيرو وشيا كانوا ضدها. فقال لهم ويجي انها ضحت بنفسها علشانه، وده غير انهم كلهم في نفس المركب دلوقتي. وطلب منها تستريح وخرج يدور لها على اعشاب تعالجها، بس ما عرفش يبعد لان الحراس كانوا في كل مكان. فرجع وفضل جنبها هي ويوي، واللي كانت حالتها اتاخرت جدا، فغنت لها شياو علشان تهدى. وعرف شيا الاغنيه وقال لها ان الجده كانت دايما بتغني الاغنيه دي. فقال له ويجي انه لما خرج يدور على اعشاب لقى الحراس ماسكينها مولعين نار علشان يرموها فيها. فانهارت شياو وقالت لهم انها والدتها وبعتتها جاسوسه لطائفه مينج، بس هي ما قدرتش تاذي حد وترجت ويجي انه ينقذ والدتها. فاتدخلت صان في الكلام وقالت لها ان الحراس بيغنوا بصوت عالي علشان يجذبوهم ليهم ومش هيقدروا يؤذوا الجده ولا حاجه. واقتنع ويجي بكلامها واخد شياو علشان تشوف والدتها من بعيد
وتطمن عليها. بس شياو اول ما شافتها ما قدرتش تمسك اعصابها وجريت على والدتها وهي بتصرخ، واضطر ويجي انه يروح وراها وقال لهم انه لو ما رجعش هو وكل اللي معاه فهيقتلوا الرهينه اللي معاهم. وقعد قدام الجده وهم هددوه كتير انهم هيولعوا فيه مع الجده، بس لما تاكدوا من شجاعته سابوهم كلهم يمشوا. وشكرته الجده انه انقذ حياتها، فقال لها انه عمل كده لان شياو تعتبر زي اخته. واخدهم كلهم ومشيوا علشان يرجعوا الكهف اللي كانوا فيه. ومع ان شياو كانت بتحب والدتها جدا، بس كانت زعلانه منها لانها رمتها وضحت بيها لطائفه مينج وما سالتش حتى عليها طول السنين اللي فاتت. والوحيد اللي كان جنبها هو ويجي، وهو اللي اهتم بيها واخدهم ويجي ورجع بيهم الكهف، وفرح بيهم الكل انهم رجعوا بالسلامه. واعتذرت الجده للاب الروح شيا لانها حاولت تاذيه هو ويجي، والكل سامحها وبعتت شياو مع ويجي علشان يجيبوا اكل للكل. وفي الطريق قالت شياو لويجي انها ما خانتوش ولا مره، فقال لها انه بيثق فيها وبيعتبرها زي اخته، وطلب منها ما تخبيش عليه حاجه تاني ابدا. وجمعوا فاكهه من الجزيره ورجعوا وزعوها على الكل. وقال ويجي للجده انها لازم تنسى الكراهيه اللي في قلبها زي ما هو عمل، وقال لها ان والده ووالدته ماتوا قدام عينيه بسبب ناس كتير، ومع ذلك شال فكره الانتقام من تفكيره. وحكى لهم القائد شيء حكايته من البدايه، وهي ان والدها بعتها لطائفه مينج علشان يبعدها عن مشاكله، وهم رحبوا بيها جدا. وهي كمان ساعدتهم كتير لانه في يوم وصل مقاتل اسمه هان من جزيره الافعى وطلب مبارزه الزعيم لان في عداوه قديمه بين والده والزعيم، واختار ان القتال يكون في بركه الجليد. وقال له انه لو رفض يواجهه فهيقتل نفسه وهتبقى فضيحه على مستوى العالم كله. بس الزعيم ما كانش يعرف اساسيات الحياه تحت الميه، فاتبرعت الجده داي انها تقاتل مكانه، واخدت هان في البركه وقتلته، والكل كان حاطط ايده على قلبه وخايف. لكن هي نجحت انها تجرح هان واخدته وخرجت بيه. ويانج طلب من الطبيب هو انه يعالجه وعاش معاهم الفتره دي، وعلشان كده جمعهم زعيم الطائفه كلهم وشكرها، فاقترح شيا انه يديلها لقب قائد، والكل احتفل بيها وحب فان انه يكمل فرحته ويطلب ايديها قدامهم. بس هي رفضت وقالت انها متفقه مع هان على الجواز، فالكل عارض الفكره لانه في الاصل عدوهم، بس هي دفعت عنه وكان عندها استعداد تقاتل الكل كمان. فوقفهم الزعيم وقال ان ما ينفعش اعضاء الطائفه يتحولوا الاعداء بالشكل ده، وهي ترجت الزعيم انه ما يحرمهاش من حبها الوحيد. والمفاجاه ان الزعيم وافق وبارك الجوازه كمان، وطلب منهم يحددوا ميعاد الفرح. وفعلا اتجوزوا، بس بعد مده قصيره مات الزعيم وزوجته. وعرف فان انها بتدخل النفق السري، ولما سالها عن السبب رفضت تقول، فاتحكم عليها بالسجن لمده 10 سنين. فاخدت هان وهربت من طائفه مينج للابد. وبمجرد ما خلصت القصه لقت حراس امبراطوريه الفرس وصلوا وحصروا الكهف من كل اتجاه ورموا عليهم براميل نفط، وحذروهم تحذير اخير اما يستسلموا او حيرموهم باسهم نار ويولعوا فيهم. فمسك ويجي الرهينه اللي معاهم علشان يخلوهم يبعدوا، بس الحراس المره دي ما اهتموش وضربوا نار على النفط ونزلوا قتلهم كمان. وكان واحد منهم هيقتل ويجي ويضربه في ظهره، وجريت ليه واخدت الضربه مكانه. ولما الحراس لقوا ان عدد كبير منهم اتصاب ومات تراجعوا. وقالت الاميره سلويجي انها هتفضل معاه وتحميه حتى لو هتموت. ووصل الرماه وكانوا هيقضوا عليهم المره دي فعلا، فوقفتهم الجده وطلعت كل ده مغيره شكلها وعامله نفسها عجوزه، مع انها جميلة جدا، وده علشان تتخفى من الفرس ومحدش منهم يعرفها لانها جاسوسة. وقالت لشاوي انها كانت لازم تضحي بنفسها لان دي الطريقة الوحيدة علشان تنقذ ويجي بيها، وهي انها تسلم نفسها. وشكرت الكل ووصت ويجي على شياو وطلعت للحراس وسلمت لهم نفسها. وكان ويجي رافض انه يتخلى عنها، فقرر انه ياخد شياو ويروح وراها، وصممت صان انها تروح معاها. ولما طلعوا لها على المركب اتفاجئوا ان شياو هي زعيمة الطائفة الفارسية، وكانت دي جاسوسة عند مينج، وطلعت كل ده بتخدعهم. وعلشان تبرر لبنتها موقفها قالت ان هي اللي اجبرتها تقبل بالمنصب ده، وقربت شيا منه واخدته على اوضه وقدمت له لبس نظيف. فقال لها انها دلوقتي زعيمة طائفة كبيرة ومش لازم تخدمه، ده بالعكس هو اللي يخدمها. وكانت نبرة صوته كلها حزن لانه كان مأكد عليها ما تخبيش عليه حاجة تاني، وبرضه خبت عليه. فقالت له ان يمكن تكون دي اخر مرة تشوفه فيها، وان ده قدرها ولازم ترضى بيه، وان بالرغم من كل حاجة فهي مش عايزة غير انها تبقى خدامته بس. فقال لها انه هيقتل الكل وهياخدها ويرجع بها على طائفة مينج وهيحميها من الكل. فقالت له انهم مش هيقدروا عليها ولازم ينساها ويكمل حياته. وجت داي وطلبت منها تروح معاها وادت له قارب، ورجع به هو واللي معاه على الجزيرة من تاني. ووقفوا يشاوروا لها، وافتكرت سان كلامها ليها لما طلبت منها تخلي بالها من ويجي لانها عارفة انه بيحبها هي بالذات. والكلام ده فرحها جدا. بس لما رجعوا على الجزيرة قال له شيء عليها انها ضدهم، واخده ومشي بعيد عنها. فاتضايقت وراحت لوحدها، خرجت كل الجثث اللي في البحر ودفنتهم. وجالها ويجي وطلب منها ما تزعلش، بس هي قالت له انها مش زعلانة لانها اصلا ما عندهاش قلب وانسانة شريرة، والكل بيخاف لما بيسمع اسمها. ولما جت تمشي وقعت فلحقها وقال لها لما
يرجعوا هيبقوا أعداء تاني. فرحت على القارب وكانت عايزة تبعده عن البحر، وقالت له إنهم مش لازم يرجعوا تاني علشان ما يبقوش أعداء أبدا. فسابها لما هديت ورجعوا للباقيين، وفضل جنب يوي لحد ما اطمن عليها ونام. وتاني يوم لقى الكل نايم ما عدا صن وسيف التنين وسيف الملك اختفوا، فطلع يدور عليها زي المجنون، وبرضه ما لقاهاش لا هي ولا القارب. فرجع للأب الروحي ولقاه فاق، فقال له إن صن خدعتهم وحطت لهم سم أضعاف القوة وهربت بالسيف، وللأسف يوي ما استحملتش وماتت. وراح دفنها هو وشيا، والكل فضل يعيط عليها، وأقسم ويجي إنه هينتقم من صن ومش هيسيبها. بس شيا قال له إن المشكلة إن صن أخدت القارب الوحيد اللي كانوا ممكن يرجعوا بيه، وبكده هيضطروا يستنوا أي سفينة إنها تعدي. واقترح عليه شيا إنه يتجوز زيرو ويعيش معاها على الجزيرة زي ما والده عمل مع والدته. وكانت زيرو واقفة من بعيد وسمعهم، فما قدرتش تستحمل وأغمى عليها من الكسوف. ولما فاقت سألها شيا سؤال صريح إن كانت توافق تتجوز ويجي، فقالت له إنها موافقة لكنها عارفة إنه بيحب صن. فقام ويجي أقسم إنه مش هينسى انتقامه منها أبدا، فوافقت زيرو على الجواز منه. بس قبل أي حاجة قعد يعالجها من السم اللي في جسمها، وطلبت منه إنه يوعدها بإنه عمره ما يفكر يقتلها أبدا. ولما قال لها إنها أصلا من الصالحين وعمرها ما عملت حاجة غلط، قالت له إن مفيش حد مش بيغلط، وأصرت عليه لحد ما وعد. وقال لها برضه إنه متأكد إنه عمره ما يتخدع على إيد زوجة صالحة زيها. وسابها ويجي وخرج وقف قدام البحر وكأنه مستني صن تظهر له. فراح شيا وقف جنبه وقال له إن لازم يركز كل تفكيره على زيرو بس، ويحط صورة صن قدامه على إنها عدوته. فرجع ويجي وقعد مع زيرو وقال لها إنه هيعمل لها كل التقنيات السرية اللي يعرفها. وخرجوا حضروا الغدا مع بعض، وقال لهم ويجي إنه عايز يرجع بسرعة علشان يسأل صن عن السبب اللي خلاها تعمل معهم كده. فقالت له زيرو إنها عملت كده علشان تسرق منهم سيف التنين، بس هو اللي مش عايز يصدق كده. فسابهم وبعدها وقف على صخرة، وبرضه كان بيبص على البحر. وجا شيا وقف معاه واداله الصندوق الذهبي اللي كانت صن بعت فيه علاج الكسور العظام، وطلب منه يرميه في البحر بإيده. بس ويجي رفض وقال له إنه وعدها بإنه هيحصله، لكن شيا زعق له لحد ما خلاه يسمع الكلام ورمى الصندوق. وفي الوقت ده كان شينجو متضايق جدا لان زيرو اختفت، وقال ان ويجي اكيد هو اللي خطفها لان هو كمان اختفى في نفس الوقت. فضرب والد سونج وقال له ان ويجي هو اللي انقذ حياتهم والمفروض يردوا له الجميل بدل ما يتكلموا عليه. فمشي شينجو وهو متضايق جدا. وبنرجع تاني لويجي وزيرو اللي كانوا بيصنعوا قارب بدائي علشان يرجعوا بيه، فلقوا حراس كتير تبع صن وصلوا لهم وقالوا لويجي انها بعتهم ليهم علشان يرجعوهم للسهول الوسطى ويبقوا تحت امرهم في اي طلب يطلبوه. فمشوا كلهم معاهم، بس وهم في الطريق هاجم شيا وزيرو كل الحراس وقتلوهم كله. ومهما ويجي حاول انه يمنعهم ما عرفش، وقال له شيا ان صن انسانه شريره وبعتت لهم الحراس علشان تاذيهم وتقضي عليهم. وقال له شيا انهم لازم يطلعوا على السفينه ويقتلوا كل اللي عليها ويرجعوا السهول، بس يستخبوا في مكان بعيد عن الكل لحد ما ينتقموا منها. بس ويجي رفض وقال له انه مش عايز يعيش في مؤامرات. وركبوا القارب ورجعوا بيه للسهول الوسطى. وكان شيا فرحان جدا لان بقاله سنين كتير بعيد عنها. وتنكروا ودخلوا المدينه علشان ما حدش يعرف هم مين، وبقوا عاملين زي المتسولين. وبعدها رجعوا لمكان اقامتهم، وقعد شيا يحكي لزيرو وقت ما كان ويجي لسه طفل صغير وعايش معاه على الجزيره. وهي كمان افتكرت حاجه بس كانت مؤلمه، وهي وعدها لميجو انه عمر علاقتها ولا مشاعرها هتطور ناحيه ويجو، وفضلت تعيط. وكان ويجي قدر يرجع لطائفه مينجو وراح قابل واحد من الحراس الخمسه وعرف منه اخر اخبار الطائفه وحربهم ضد طائفه شاولين. وكان شينجو انضم المجموعة من الخونة لطائفة ودانج وهم من عشيرة المتسولين، وخدعوه بكتر الكلام عن ويجي وخيانته لأهل الطائفة وإنه أكيد خاطف زيرو بيعذبها. وأول ما عرف إن زيرو وصلت خلاها ياخدوها علشان يقابلها، بس لما راح لها اكتشف إنهم أذوها وبمجرد ما اعترض خدروه. وكان العم السابع في المدينة بيدور عليه وعرف حكايته مع عشيرة المتسولين، فقام يدور عليه لأنه عارف إنهم غدارين وحيأذوه. وهو ده فعلا اللي حصل، وخلوا شينجو يتفرج عليهم وهم بيأذوا زيرو وما قدرش يساعدها. وبعد ما خرجوا من عندها فضل يعتذر لها على كل اللي تعرضت له، وقال لها انه كان قلقان عليها لانه بيحبها. ووقتها بلغته بخطوبتها من ويجي فاتجنن وفضل يضربها. وفي اللحظه دي وصل عمه، ولما شاف الطريقه اللي بيتعامل بها مع زيرو قال له انه شخص عديم الاخلاق وحاول يضربه. بس ليانج زعيم عشيره المتسولين دخل ورمى عليه حقنه مسممه فهرب العم بسرعه. وفضل شينجو وراه وجرحه قبل ما يهرب خالص. فقال له عمه انه ندمان على تربيته ليه ولسه هيضربه تاني. قتلوا شينجو برجله وفضل يعيط عليه كل ده. ورئيس عشيرة المتسولين ليانج وقف بيتفرج وهو فرحان جدا. واخد شينجو ورجع به لمقر الطائفة وأعلن قدام الكل ان شينجو بقى واحد منهم. وكان ويجي وصل وواقف يراقبهم من غير ما يشوفوه، واتصدم لما سمع الكلام ده، وصدمته زادت لما لقاهم خاطفين تشو واحد من الحراس الخمسة لطائفة مينج، وكانوا مكتفينه وبيعذبوه علشان يقول لهم اسرار ويجي واللي بها يقضوا على الطائفة كلها. ومرة واحدة ظهرت سان وكانت جاية تدافع عن تشو، ووقفت تقاتل كل المتسولين
الطرفين وهربت تشو وهربت هي كمان، لكن ويجي وقفها وكان عايز يقتلها وقال لها انها سممتهم وقتلت يوي. واتفاجئت سان من كلامه واكدت له انها بريئه وطلبت منه يخليها تقابل زيرو والاب الروحي شيا، فاخدها ليهم ولما قربوا طلب منها تمشي وما توريلوش وشها تاني والا هيقتلها، بس هي ابتسمت وقالت له انها متاكده انها مش هتهون عليه وسابته ووقفت تخبط على الباب، بس الاب الروحي ما كانش موجود وكانت زعلانه ان ويجي لسه مش واثق فيها لحد دلوقتي. ولما قال لها ان ما كانش في حد غيرهم سابته ومشيت، ولما راح وراها قالت له انه طالما مش عايز يصدقها ليه مش بيقتلها، وصممت انها ما توقفش معاه اكتر من كده. لكن برضه هو راح وراها واخدها وقعدوا عند بحيره وشرح لها هو ليه شك فيها، وده لانها الوحيده اللي اختفت. فقالت له انه اليوم ده لقت نفسها في نص البحر وفاقت لما 2 صيادين خرجوها واعتنوا بيها لحد ما حالتها اتحسنت، وراحوا سلموها لاخوها، فبعتت لهم الحراس على طول علشان ينقذوها لانها كانت فقدت قوتها كلها وما قدرتش تروح لهم بنفسها. وبعد ما خلصت كلامها قررت انها تسيبه وتمشي، بس هو قال لها ان الوقت اتاخر ولازم يخيموا في مكان لحد النهار وبعدها هيوصلها بنفسه. ولما ما وقفتش اخدها بالعافيه. وتاني يوم كان اعمامه الاربعه بيدوروا على اخوهم وراحوا دوروا في اوضته على اي دليل يوصلهم ليه، فلقوه ساب لهم رساله بان في خيم في الطائفه، وفضلوا ماشيين ورا اثاره لحد ما لقاهم ويجي في مكان قريب من الكهف. وقف هو وصان يسمعهم وعرف ان العم السابع مختفي، فقالت له صان انهم لو شافوهم مع بعض وهم بيعتبروها عدوتهم هيفهموا غلط، واخدته وجريت علشان يهربوا، فخبطوا في جثه شخص في الارض. ولما جاوا يجوا يشوفوا مين لقاه عمه السابع، وقتها انهار وفضل يصرخ، فكتمت صان صوته علشان باقي اعمامه ما يعرفوش مكانهم، بس للأسف سمعوه وقربوا خالص من مكانه، وعلشان تبعد الشكوك عنه أخدت سيفها وخرجت تقتلهم. لكن خرج ويجي وراهم وقال لهم إنه لقى جثة عمه السابع، ولما شافوا الجثة أول حاجة جت في بالهم هي إن صان هي اللي قتلته، وخرجوا بسيوفهم علشان يقتلوها. فجري ويجي وقف قدامها علشان يحميها وحاول يفهمهم إنها مش مجرمة وإنها كانت معاه، ولقوا الجثة مع بعض فاتهموه هو كمان بإنه مجرم، وقف يعيط ويقول لهم إنه مظلوم. فبصت له صان وسألته عن رأيه لما أقرب الناس ليه تتهمه بجريمة ما عملهاش، وبرضه ويجي فضل يقسم لها إنه بريء، واقسم لهم انه حيلاقي القاتل وينتقم منه. ولمحت صان حد بيقرب منهم فثبتتهم كلهم في تشكيل تخفي علشان ما حدش يشوفهم. واللي وصل ده ان شينجو معاه ليانج واتكلم معاه على احساسه بالذنب على قتل عمه السابع، وطلب منه ليانج انه يسمم المعلم الكبير ويقضي على اعمامه واحد ورا التاني. وفي البدايه رفض شينجو وقال ان عمره ما يعمل كده، بس بمجرد ما ليانج مسك الخاتم اللي كان لابسه فوافق شينجو على طول. واول ما مشوا فك ويجي تعويذه الجمود، وكان اعمامه سامعين كل ده وتاكدوا من براءته فاعتذروا له. والعم سونج ما كانش مصدق نفسه ان ابنه يعمل كده وكان عايز يروح يقتله، بس ويجي وقفه وطلب منه ما يتسرعش، بس العم سونج ما كانش قادر يستوعب اللي سمعه بودانه، وقالوا انه السبب بانه ما عرفش يربي ابنه وكان عايز يقتل نفسه، بس اخواته منعوه بالعافيه. وقالت لهم صان ان الاهم دلوقتي هو انهم يرجعوا الوادنج بسرعه علشان يلحقوا الجد. وفعلا اتحركوا وحذروا ويجي منها وقالوا له انه لازم ياخد باله كويس منها. فسابها ويجي في الاوضه وراح عند النهر، ولما راحت له قالت له انه جرب الظلم اللي عمله معاها وعشان كده لازم يعرف حقيقه اللي حصل على الجزيره ويثبت براءتها. ففرحت جدا انه اخيرا صدقها، بس هو قال لها انه بيعمل كده علشان يرفع عنها الظلم وبس، لكن عمرهم ما هيبقى في بينهم حاجه تانية. ولما قالت له انها هتتخلى عن كل حاجه في مقابل انها تبقى معاه، قال لها ان اكيد هيجي يوم وهيتقابل مع والدها واخوها في ساحه القتال، ووقتها هل هتقدر تكمل حياتها مع الشخص اللي قتل والدها واخوها. وكانت صان مش قادره تسمع كلامه، فقال لها انه بس كان بيحاول يفهمها قد ايه هم مش مناسبين لبعض، وسابها وراح لتشو واللي كان مصاب اصابات خطيره. وفي الوقت ده كان شينجو وصل للجد وقدم له شاي مسموم، فاخدوا منه الجد وفضل يشكر فيه ويقول له انه بيحبه اكتر من اي حد. فحس شينجو بالغلط اللي بيعمله، ضميره صحي فمنع الجد انه يشرب، واعترف بجريمته في حق العم السابع، وقال له انه في لحظه ضعف استجاب للشيطان، وكان والده باقي اعمامه وصلوا، والده كان هيقتله بس الجد منعه، فقال له سونج انه مش هيقدر يسامحه حتى لو مات، مش عايز يقابله في العالم الاخر، ويطرده من الطائفه وطلب منه ما يخليهوش يشوفه تاني ابدا. اما ويجي فكان وصل للمكان المخطوف فيه زيرو واقتحم المكان ودخل اخدها من وسط المجرمين، فحوطوا كل اعضاء طائفه المتسولين وفضلوا يرددوا كلمه قتال لحد ما ويجي اضطر انه يوافق ووقف قدامهم كلهم. ومع ان عددهم كان كبير بس قدر عليهم كلهم، وعشان ليانج يتفاداها هدده انه هيقتل زيرو وحط السيف على رقبتها، بس ويجي كمان اتصرف بسرعه واخد قائد رهينه، فوصلت قائده ومعاها تلميذات اطفال تبعها، وطلبت من ويجي انه يسيب القائد وهتضمن له ان ليانج هو كمان هيسيب زيرو، وفعلا ده حصل. وكان معاها عصايه رمز الطائفه، وقالت للقاده انهم لازم يطيعوها، وكان معاها بنت صغيره هجمت على قائد منهم وكانت بتضربه لانه شبه الشخص اللي قتل والدها رئيس الطائفه، وقالت ان القاتل هو تشينج كوان. فاتصدموا بالكلام ده وسالوا
القائد عن العداوة اللي بين تشانغ كوان ورئيس الطائفة وإيه اللي يخليه يقتله. ولما ووجي سمع إن زعيم الطائفة مات من وقت قريب فهم إن تشانغ لسه عايش وكان بيمثل إنه ميت، وإنه لسه ماشي في خطة السيطرة على العالم وبيعمل عداوات بين الطوائف علشان في الآخر يسيطر على العالم. والكل شكر القائدة اللي ساعدتهم وبينت لهم الحقيقة، وقال لهم ويجي إنهم من النهارده واحد وهيساعدوا بعض في أي قتال. وأخد زيرو ومشي بيها وفوقها وادالها علاج وسألها إيه اللي حصل، فقالت له إنها كانت نايمة ولما صحيت شافت حد واقف قدامها بيخدرها، وبعدها فاقت وعرفت إنها في طائفة المتسولين. وحكى لها إنه قابل صن وإنها بريئة ولازم يساعدوها علشان يكشفوا الحقيقة، فتنرفزت عليه وقالت له إنه كان متفق معاها إنه مش هيقابلها وأقسم على الانتقام منها، واللي عمله ده معناه إنه ملتزمش بكلامه معاها. وبرضه هو أكد لها إن صن اتغيرت وبقت عايشة لوحدها بعيد عن والدها وأخوها. وفعلا صن كانت قررت تبعد عن كل الشر، وحتى لما أخوها راح لها فكرته عايزها ترجع ورفضت وقالت له إنه لو أجبرها هتقتل نفسها، بس هو فهمها والدهم مصاب وخايف يموت من غير ما يشوفها، فجرت عليه وقالت له إنها هتفضل جنبه وتعتني بيه. وده نفس الكلام اللي أكده ويجي لزيرو. وبعد ما صالحها أخدها وراح لداوينج وبلغ جده وأعمامه بخطبتهم، ولسه بيودعهم علشان يمشي جه الحارس وبلغهم إن في بنت جاية تسأل على ويجي. ودخلت يويو هي بتجري وما كانش ويجي مصدق نفسه إنها لسه عايشة، وهي كانت متعصبة عليه إنه دفنها وهي حية، وأكد لها إنها ما كانتش بتتنفس وعلشان كده دفنها. ولما سألها مين اللي عمل فيهم كده فضلت تصرخ وتتهم كل واحد شوية، فنيمها الجد وأخدوها ترتاح. وقعد ويجي جنبها وكان شكلها اتغير والتشوه اللي على وشها اختفى، فقال لهم الجد إنها اتصابت بسم العناكب وعشان كده شكلها اتغير. ومن ناحية تانية كانت صن واقفة مع أخوها وسمعت واحد من الحراس بيبلغ أخوها إنهم قبضوا على ويجي، فتخفت ودخلت له، لكنها اكتشفت إن دي كانت مجرد خدعة علشان يتهموها بالخيانة وإنها عايزة تهرب المساجين. وحكم عليها والدها إنها تلف المدينة في زنزانة وتتعدم في ميدان عام. وحس أخوها بالندم بعد كده وقتل الحارس اللي ساعده في الخدعة دي وقال إنه مش عايز أخته تموت. بس للأسف كان الوقت فات والسياف استعد لقطع راسها، بس لحسن الحظ إنه كو وصل وخلصها من إيد كل الحراس وخطفها ومشي، وقال لها إنه عاش معاها 10 سنين ومتأكد إنها إنسانة كويسة وما تستحقش الموت، فمش هيقف يتفرج عليها وراسها بتتقطع. فقال لها صان إنها أصلا عايزة تموت لأنها وحيدة وحزينة وما بقاش ليها حد في الدنيا، فطلب منها كونها لازم تبعد اليأس عن حياتها. أما ويجي فراح قابل العم يانج وباقي طائفة مينج وبلغوه إنه كو راح ينقذ الأميرة. ولاحظ العم يانج إن ويجي حاطط ايده في ايد زيرو وحس انه مش مبسوط بالقرار ده، بس سكت وكانوا محضرين له احتفال كبير. واخد معاه شيا وكانت برضه مش فاكره حاجه والسم لسه تاثيره عليها وكل شويه تخاف وتصرخ، فقعدت زيرو معاها وحاولت تهديها طول الوقت. ووصل له خبر ان تشو هرب ورجع لهم، فرحوا كلهم اطمنوا عليه. وبعد شويه رجع لزيرو اللي كانت مستنيها علشان يتعشوا مع بعض، فاعتذر لها انه اتاخر عليها وقال لها انه فخور انها انسانه طيبه القلب ومتفهمه زيها هتبقى زوجته. فراحت حضرت له الشاي. وبنرجع تاني لصن مع كو وحكت له على الظلم اللي تعرضت له واتهمها بالظلم وانها عايزه تكتشف القاتل الحقيقي، فقال لها كون الاهم دلوقتي هو انهم يوقفوا الحرب. وتاني يوم راح لويجي بلغوا ان رئيس الطائفه يوان هو اللي بيقتله بنفسه، ودي فرصه لانهم يقتلوه ويقضوا عليه، بس كمان صن موجوده معاه وعايزه تساعد وممكن يخلوها تقضي على العداوه اللي بين الطائفتين بشكل مختلف. وسابه يفكر عايز يختار انه حل فيهم، فجالهم تشو قال لهم ان خبر سعيهم ورا اغتيال الامبراطور يوان منتشر في كل مكان، وحذروا ان لو ده تم هيزود المشاكل وممكن يعرض طائفه مينج كلها للخطر. فاقتنع ويجي وشكروا على النصيحه، وبكده قرر انه يروح لصن ويتكلم معاها. وكانت شاو وصلت لها قبله، ولما سالتها صن عن اللي حصل في الجزيره اكتشفت انها بقت مجنونه ولقت خاتم وقع من زيرو، وافتكرت صن انها لما كانت متخدره في الجزيره حد جرها ورماها في البحر ووقع منها نفس الخاتم، فمسكت صن ايديها وواجهتها بالحقيقه. ولما ويجي وصل حكت له على اللي حصل، بس طبعا زيرو انكرت كل حاجه. وجا واحد من الحرس بلغوا ان جده وخاله مستنيين يقابلوه، فساب الكل وراح لهم وقال لها ان في خبر مهم عايز يقول لهم عليه، وهو انه يوي لسه عايشه. ودخلها تسلم عليهم وفرحه جدا انها لسه عايشه، وخصوصا انها نسيت العداوه اللي بينهم وبقت تنادي شام بالاب. فشلها وهو حيطير من الفرحه واخدها ومشي. ووقف ويجي بلغ جده انه لغى خطه الاغتيال، ولما جده عرف ان صن موجوده عندهم دخلها وكان عايز يهاجمها، بس القائد كو منعه وهربت صن من قدامه قبل ما يموتها، وراحت استخبت ورا ويجي اللي منع مخالب شان عنها ودافع عنها قدام الكل. وقالت لهم صن انها ما تختلفش عنهم لانها كانت بتفكر في الشر، وبعد كده فاقت لنفسها، وده نفس اللي هم عملوه وسابتهم ومشيت. فقال له جده انه زعيم الطائفه وبيثق في رايه، لكن لازم يخلي باله منها لان دمها مخلوط فيه الكذب والخداع. ورجعت صن لاوضتها وهي حزينه، ولما دخل لها ويجي الغدا رفضت انها تاكل وطلبت منه يصدقها، بس هو قال لها ان مفيش دليل قوي وزيرو هتبقى زوجته. وقعد جنبها وترجاها تاكل، وبرضه اصرت صن على رايها وترجت انه ما يرتبطش بزيرو الشريره. فلقوها فتحت عليهم الباب مره واحده واتهمت ويجي بالخيانه وسابته وطلعت تجري في الغابه، وبعد ثواني
تاني سمع صوتها وهي بتصرخ فطلع جابها وكانت مصابة، ودخلت صن ليها وقالت لها انها لو قدرت تخدعهم كلهم فمش هتقدر تخدعها هي كمان، لان اكيد زعيمة ومقاتلة كبيرة لما تحب تقتل نفسها هتعرف تعمل كده. بس برضه كل الموجودين هاجموا صن وخلوها تسيب الأوضة وتخرج، ولما خرجوا معاها قالت لهم انها ما كانتش تعرف انهم بالسذاجة وسابتهم ومشيت. ولما ويجي عرف خرج يدور عليها فقال له جده انه مش قادر يسامحها لانها كانت هتبقى السبب في موته هو وشياو، وطلب منه ما يصدقهاش ويبوظ علاقته مع زيرو علشان ما يندمش، واخده ودخل لزيرو علشان يصالحها ولقاها مصممة تمشي وترجع لطائفة ايمي، فوقفت رجاها الجد انها تدي ويجي فرصة تانية، وبعد محاولات كتير وافقت، وقال له الجد انه لازم يتمم الفرح بسرعة، وبدأ يحضر كمان الطقوس، وقال له انه هيعوضه عن الفرحة اللي اتحرم منها وقت زواج بنته. وكانت اجواء الفرح في كل مكان في داوينج، واكتر واحدة كانت جنب زيرو وبتساعدها هي بوهاي اللي كانت بتعتبر نفسها اخت ويجي. وراح كل تلميذات ايمي كمان هنوها واحتفلوا بيها، وتاني يوم جهز العريس والعروسة وسط كل الحضور، وكانت زيرو سعيدة جدا. ولسه الكبار هيعلنوهم زوج وزوجة، دخلت صن ووقفت اللي بيحصل، والكل اتفاجئ من وجودها اصلا وطلبوا منها تخرج وطردوها. بس يانج الوحيد اللي اتصرف بحكمة هو ويانج اللي قال لهم ان النهارده فرح زعيمهم واي ضيف هيبقى مرحب بيه، فقالت له صن ان بوجودها مش هيبقى في فرح، وقربت من ويجي وقالت له قدام الكل انها وقت ما عالجت عمامه كان ليها 3 طلبات، اولهم انها تشوف سيف التنين وده نفذه، وطلبها التاني ان هو ما يتجوزش النهارده، وما كانش ويجي موافق لحد ما ورت له خصله من شعر شيا وقالت له ان الخيار هيبقى ليه، فخاف وقرر انه يروح معاها، وما كانتش زيرو مصدقه انه ممكن يعمل فيها كده، فجريت علشان تقتلها وفعلا جرحتها، لكن هو اللي منعها وقال لها انه مش بيتخلى عنها لكن هيأجل الفرح شويه، وبرضه هي مش هتفهم، وقالت له انه لو خرج مع صن من الباب هيبقى تخلى عنها للابد، واضطر ويجي انه يخرج علشان الاب روحي، وكانت صن مجروحه وتعبانه جدا، وقالت له انه لو عايز يشوف القائد شيا فلازم يمشي معاها والا مش هيعرف يلاقيه ابدا، وفقدت وعيها لان جرحها كان صعب جدا. اما الفرح فاتدمر خالص، واعلنت زيرو ان ويجي وصن بقوا اعدائها، وتلاميذ ايمي قالوا ان مينجي كلها بقت عدوتهم وسابوهم ومشيوا، وكان ويجي اخد صن وراح بيها عند النهر وحط لها خلطه اعشاب على الجرح علشان يعالجها، ولما فاقت طلبت منه انه يثق فيها ويصدقها لانها متاكده ان زيرو مجرمه وخاينه، فطلب منها ما تتكلمش اكتر واخدها على حصان وكملوا طريقهم علشان يروحوا للاب الروحي، ولاحظ ان فيه 2 بيقربوا منهم، فجري واستخبوا وضربهم ويجي، ولقى معاهم رساله سريه عرف منها ان المنغوليين عرفوا مكان طائفه مينج، وفجاه لقت حراس طائفتها وصلوا وعايزين يقبضوا عليها، فانقذها ويجي منهم واخدها في كهف علشان يعالجها، وبعدها اخدها على عربيه بحصان وراحوا على قريه علشان تتعالج قبل ما اصابتها تزيد، وراح جمع اعشاب وصنع لها العلاج وقعد جنبها يشربها بنفسه، وقالت له انها فرحانه انها جنبها لدرجه انها مش عايزه تخف ابدا، وفضل ويجي جنبها لحد ما نام، ولما صحي ما لقاهاش فخرج يدور عليها ولقاها بتساعد الناس، وعملت له فطار كمان بايديها وقالت له انها سعيده معاه، ولما حست انها اتحسنت طلبت منه يتحركوا ويروحوا للاب الروحي اول ما النهار يطلع، وفعلا ركبوا تاني العربيه ووجهته لمكان الاب الروحي، وقالت له ان نفسها يسيب كل حاجه وراه وياخدها ويسافروا في كل مكان. والمفاجاه بقى اللي محدش يتوقعها ان صن طلعت صادقه وزيرو طلعت مجرمه وخاينه، لانها لما حست ان ويجي معجب بصن سحبت سيف صن وكانت هتقتلها بيه، بس شياو صحيت من النوم وشافتها وعلشان تسكتها طعنتها بالسيف، وسرقت سيف التنين واخدت سيف صن الملكي وحطتهم على بعض زي ما كانت ميجو موصياها قبل ما تموت، فخرج منهم كتاب فيه تقنيات سريه، ولما زيرو افتكرت كده كانت زعلانه من نفسها جدا وخرجت تصرخ في الغابه، فرح لها شينجو وكان فرحان انه قابلها تاني وانها ما اتجوزتش من ويجي، بس هي اول ما شافته كانت قوه الشر مسيطره عليها وكانت هتقتله، وحاول يفهمها انه لسه بيحبها وانها هتعيش معاه في سعاده لحد ما بدات تفكر في كلامه. اما ويجي وصنفه كانوا كل ده في الطريق وبيخيموا وقت الليل وهم مبسوطين انهم بيقضوا كل وقت مع بعض، وهم قاعدين بيتكلموا اغمى عليها مره واحده وكان قلقان عليها جدا. ومن ناحيه تانية كانت زيرو اخدت شينجو ورجعت للطائفه بتاعتها، واول ما المعلمه شافتها كانت عايزه تطردها، فوقفت زيرو تقاتلها وكانت هتقضي عليها خالص، بس البنات منعوها، فقالت لها زيرو انها لو عملت اي مشاكل تانية هتقتلها، وفضلت المعلمه تترجاها انها تدي لها فرصه تانية، والكل بقى يتعامل مع زيرو على انها الزعيمه. واعلنت شينجو عضو جديد في طائفه ايمي ومحدش قدر يعترض. كل ده ويجي كان جنب صن وبيحاول يعالجها، اول ما فاقت قالت له انها فعلا انسانه انانيه ومش كويسه، وده لانها كان كل همها انه يفضل جنبها وعشان كده كدبت عليه، ووهمته انها خطفت القائد شيا، بس دي مش حقيقه لانها قابلت واحد ملموم عليه، مقاتلين كتير وبيضربوه فانقذته من ايديهم بس كان تعبان
جدا، وقبل ما يموت اداله علبة فيها خصلة الشعر وقال لها ان القائد شيا مخطوف، وطلبت منه يروح ينقذه وقالت له ان نفسها جدا لو الزمن يرجع بيها، ووقتها عمرها ما تعمل اي حاجة غلط علشان تبقى معاه. ولما ويجي حس بحبها هو كمان اعترف لها بحبه ليها، وطلب منها تستناه على بال ما ينقذ الاب الروحي، وراح لمكان في طائفة شاولين وتأكد انه موجود، وكان في 3 قاعدين على باب الكهف علشان يمنعهم من الهروب. فظهر لهم ويجي وفي الاول اتكلم معاها بالراحة وطلب منهم يسيبوا الاب الروحي، ولما رفضوا وقف يقتلهم وحاول يفهمهم ان تشونجوكو هو سبب سوء التفاهم، وترجاهم يخلوه يقابل الاب الروحي علشان يفهم منه الحكاية كاملة. فوافقوا دخلوا له، اول ما شيا شافه طلب منه يسيبه ويمشي لانه فعلا قتل القائد زمن ولازم يدفع ثمن جرايمه اللي هرب منها لسنين كتيرة. بس ويجي ما كانش عايز يسيبه وقال له انه مش عايز يتخلى عنه لانه الوحيد اللي فاضل له من عيلته وما صدق انه يرجع له. لكن الاب الروحي صمم على رايه وقال له انه عايز يعيش اللي فاضل من عمره بيكفر عن ذنبه علشان يموت في سلام. فمشي ويجي وهو مش عارف يمسك دموعه، ورجع لصلى لقاها واقفه في المطره قلقانه عليه، فطمنها انه مش هيبعد عنها ابدا. وفي الوقت اتكشفت خيانه تشونجوكون حتى لطائفه شاولين نفسها، لان بمجرد ما رئيس الطائفه واجهه انه كذاب قتله هو وكل الاوفياء ليه. وراح ويجي وصنع علشان يحذر الحراس ال5 بتشونجوكون، لكنه لقاهم كلهم رافضين دخول صن لمقر الطائفه، وقال له انه بسببها طائفه ايمي رجعت تاني تبقى عدتهم. فوقف ويجي يدافع عنها لكن برضه ما كانوش مقتنعين، فمسكهم يانج واعتذر لها وسابها تدخل ترتاح، وقال للحراس ال5 انهم لازم يحترموا ويجي وكل قراراته، وقال لهم ويجي انها تخلت عن عيلتها ومنصبها علشان بس تبقى معاه، وبعد ما ينقذ الاب الروحي هيروح لزيرو ويعتذر لها وينهي العداوه معاها. وراح لها كو قدم لها الفطار وقعد يفطر معاها، وكانت مستغربه انها الوحيده من طائفه مينج اللي بيعاملها باحترام وشايف انها مش عدوته. فقال لها انه عاش معاها لفتره طويله وعارف قد ايه هي طيبه، واكيد مع الوقت هم كمان هيكتشفوا الحقيقه. ودخل ويجي عليهم وهو مرعوب وقال لهم انه عارف انهم هيقتلوا الاب الروحي مع ان الحراس وعدته قبل كده انهم مش هيأذوه. فقالت له صان انها حذرته ان تشينجوكون مش هيسيبه في حاله، وقال يانج ان الجيش كله جاهز. فقال له ويجي ان الجيش لازم يفضل يقاتل جيش يوان وهو هيروح ينقذ القائد، وبعت الراجل الخفاش لجده وخاله علشان يقابلوه ويساعدوه. واخد سان وخرجوا، فلقى زيرو وشينجو في طريقهم، هم وقف ويجي علشان يعتذر لها لكنها سكتته وقالت له انه لولا تخلي عنها ما كانتش لقت زوج افضل منه، وشاورت على شينجو فردت عليها صن بانهم هما الاثنين لايقين على بعض لانهم خونه زي بعض. فهجمت عليها هي وشينجو، بس ويجي وقف وقتلهم، وجه العم سونجو وقف القتال وزعق لابنه فسكتته زيرو وقالت له ان كده بيهن تلميذ طائفه ايمي ولو ما سكتش هتاذيه. وعلشان ويجي يسكتهم قال له انه كل ده غلطته هو واعتذر للكل. ولما مشي دخل على الاوضه وعالج الجروح اللي سببتها له زيرو بضوافرها اللي شبه المخالب، وكان العم سونج زعلان جدا من ابنه ومش عارف هو عمل ايه غلط خلاه يجيب ابن زي ده. ووصلتهم رساله من شاولين طالبين منهم الحضور، فقرر ويجي انه يبقى عامل حسابه لاي اعتداء، فراح للجيش وجاله واحد من الحراس بلغوا انهم لقوا مجموعه من قطاع الطرق متنكرين، وغالبا كده هم تبع تشينجوكون بس ما كانوش عايزين يعترفوا، فاقترحوا ان صن هي اللي تحقق معاهم لانها ماكره. فوافقت وراحت تستجوبهم، وبعد شويه رجعت لهم بالخبر الاكيد وهو انهم فعلا تلاميذ تشينجوكوان اللي عايز يقضي على كل الطوائف ويبقى امبراطور على العالم. فقرر ويجي انه ياخد جيش مينج ويروح يقتله ويقضي عليه، وراح الاول اتكلم مع القاده وقال لهم على جرايم تشينجوكون لكنهم رفضوا كلامه وقالوا انه بيلفق التهم، فصمم انه يقابل الحراس ال3 وطلب منهم قتال عادل يكون بين 3 منهم. فوافقوا الحراس ووقف هو ويانج وكو يقتلهم لحد ما القائد شيا نده عليه وقال له انه مذنب ولازم يتعاقب، والنهارده لو جرحوا الحراس ال3 هيبقى ذنبه مضاعف، وطلب منهم كلهم انهم يسيبوه ويمشوا. وكان يانج مصاب فرجعوا بيه بسرعه علشان يتعالج، وبعدها راحوا لشاولين علشان يشوفوا سبب الدعوه. ولما وصلوا اكتشفوا ان شاولين بعت الدعاوى لكل الطوائف، وخرج المسؤول رحب بالكل وقال ان رئيس الطائفه مريض ومش هيقدر يخرج لهم بنفسه. وكل الموجودين كانوا بينادوا باعدام شيا، فقالوا لهم انهم هيعملوا كده بس الاول لازم يعرفوا منه مكان سيف التنين. واول ما وصلت زيرو الكل سكت، واقترحت انهم يعملوا مسابقه قتاليه والفايز فيها يحدد مصير القائد شيا، ووافق الكل على الاقتراح ده وخلت شينجو يقف في اول تحدي، وكان بيأذي اي حد يقف قصاده، فاتضايق منه والده ونزله بنفسه علشان يقتله. وهنا اتدخلت زيرو بسرعه ووقفت هي تقاتل سونج وقربت علشان تطعنه بضوافرها السامه، فوقف شينجو قدامه واخد الضربه مكانه قبل ما يفقد وعيه واعتذر لوالده. فاخدته زيرو للعلاج وراحوا يجزاروا، في الاول ما كانوش عايزين يدخلوا ليه بس بعد محايلات دخلوه وقعد يحاول يعالجه. وسأل زيرو عن نوع القتال اللي بتستخدمه، لما رفضت تجاوبه فسألها ان كانت هي اللي هجمته على الجزيره، وفضل يضغط عليها لحد ما اعترفت له بكل حاجه عملتها. وكانت صدمته فيها كبيره لانه ما كانش متوقع انها تكون بالشر ده وتحاول تقتل يوي، وقالت له انها ما كانتش تقصد ده، غير ان ما كانتش نيتها شر ليهم بالعكس. فسابها وخرج لانه ما قدرش يسمع كلام اكتر من كده، وخرج قال لكل الموجودين انهم بيسعوا ورا السيف وبسببه هيموت، واقنع كل الموجودين. لكن زيرو وقفت وقتلت بالتقنيات الشريره اللي اتعلمتها من الجزيره، وطلب منها ويجي انهم يوقفوا قتال لكنها رفضت وكانت هتقع فلحقها ويجي، بس للاسف كان غلطان لما عمل كده لان الشر كان عماها والغباء ملا قلبها، وبدل ما تشكره جرحته بضوافرها السامه. ووقفت
وقفت تسأل لو لسه في حد تاني عايز يتحداها، ولما ما حدش اتكلم أعلن المسؤول إن القائد شيا بقى ملكها. وبعد ما وجي عالج جروحه راح يطمن على شينجو وكتب له وصفة قتالية وترجاها ما تأذيش الأب الروحي وإنه مستعد إنه يدفع ثمن غلطاته، وشيا مالوش أي ذنب، وترجاها إنها تقتله أو حتى تعذبه بس تسيب الأب الروحي وتحرره. فطردته وقعدت تعيط لأن كان صعبان عليها كل حاجة، لكنها سمعت صوت الشيطانة ميجو وهي بتطلب منها تجمد قلبها وتعذب الكل علشان تثبت إن طائفة إيمي هي الأقوى. وتاني يوم راحت تستلم الأب الروحي من الكهف وسط حضور الكل، وبرضه كان لازم يقتل الحراس الأول، وعرض عليها وجي إنه يساعدها في القتال لكنها رفضت ووقفت تواجههم لوحدها. وكان الكل واقف بيتفرج عليها ما عدا 3 أشخاص وهم صن وكو والراجل الخفاش، لأنهم استغلوا إن الكل مشغول وهاجموا على مبنى الطائفة. وبعد ما ضربوا الحراس وصلوا لمكان رئيس الطائفة اللي كانت شينجو كون حبسه. وفي اللحظة دي كان ويجي حس إن زيرو مش قادرة تصد ضربات الحراس، فتدخل وساعدها لحد ما الحراس قربوا منها وكانوا عاوزين يقضوا عليهم خالص. فلقوا كو والراجل الخفاش وصلوا معهم زعيم الطائفة سانديا، وقف القتال وقال قدام الكل إن تشينجو كون طلع عايش وبيخدعهم وكشف نيته الحقيقية وضربوه وسجنوا، وقال لهم إنهم لازم كلهم يتحدوا مع بعض وما يخلوش شخص زي ده يتحكم فيهم، وأمر بخروج القائد شيا. ففرح جدا ويجي ونزل جابه من فتحة الكهف، بس زيرو سبقته وقالت له إن الشخص ده قتل ناس كتير ولازم ياخد جزاءه ويتعدم قدام الناس كلها. فمسك ويجي سكنته وحطها على رقبته وترجاها إنها تقبل روحه مكان الأب الروحي. فاتدخلت سان وقالت إنها حاولت تقتلهم كلهم في الجزيرة وإنها مجرمة فما لهاش الحق تتكلم عن جرايم حد. وطبعا زيرو أول ما شافتها اتعصبت وكانت عايزة تقتلها، فوقف ويجي دافع عنها وما كانوش هما الاتنين قادرين عليها. فجت نفس القائدة اللي أنقذته من طائفة المتسولين وكانت هتقتلها، بس ويجي ترجاها إنها تسامحها. فمشيت القائدة وفرح الكل، لكن القائد شيا سكتهم وقال إنه عارف إن تشينجو كون واقف وسطهم، والكل استغرب من كلامه لأنه مش موجود. بس شيا صمم على كلامه وقال لهم إنه صوته محفور في عقله وإنه أكيد مغير شكله. ولاحظ ويجي إن في شخص بينسحب من وسطهم فجري عليه وشال القناع اللي على وشه، وطلع فعلا هو تشانج. فوقف يقتله وكان عايز جيش شاولين يقبض عليهم، بس رئيس الطائفة اتهمه هو بالخيانة. ومع ذلك برضه فضل تشانج يوجه الاتهامات لشيا وهجم عليه ضربات، وكان وجه هيدخل بس شيا منعه وقال له ان ده تارو اللي بقاله سنين مستني ياخده، وحط صابعه في عين تشانج ودمر كل قوته، وبعدها دمر قوته هو كمان وقال له ان كده اخد تارو ومستعد للعقاب من كل الناس. وقعد في الارض وهم قربوا منه علشان يضربوه ويقتلوه، بس لما لقوه ضعيف سامحوه زي ما هو كان بيسامح تشانج وما قتلوش. وجالهم الجد تيانو معهم شان وبلغهم ان في جيش كبير متجه لهم والقائد هو والد سان. فوقفت زيرو وقالت انها اكيد الخاينه اللي بلغتهم بمكانهم، وكانت اصلا سان متنكره، واول ما عرفوا انها وسطهم افتكروا العذاب اللي عرضت له ليهم وكانوا عايزين يقتلوها. فوقف رئيس طائفه شاولين وطلب منهم يتحدوا ويقتلوا كلهم على انهم ايد واحده وما يضيعوش مجهودهم على حاجه ملهاش لازمه. فاقتنعوا بكلامه ووحدوا صفوفهم وطلبوا من ويجي انه يكون قائد الجيش كله. وقالت زيرو انهم لو قدروا يقتلوا الامبراطور وابنه الامير هيكسبوا. فقال لهم تشانج ان الاميره طول الوقت كانت موجوده معاهم لانها جاسوسه والكل صدقوا، وعشان ويجي ينقذها من الموقف ده قال لهم انه هيسيبها ولو خسروا الحرب هيستخدموها كرهينه. فوافقوا على الحل ده، وراح لها بعد كده الاوضه المحبوسه فيها واعتذر لها وقال لها انه اضطر يعمل كده علشان ينقذها، وهي كانت متفهمه موقفه جدا. ومع ذلك كانت عماله تعيط لانها كانت خايفه على والدها واخوها، وقالت له ان نفسها تعيش معاه في امان وبس. فهداها وخرج يراجع خطه الحرب مع القاده، وده نفس اللي كان بيعمله الامبراطور وابنه. وبدا اول اشتباكات ومات فيها تيان جد ويجي، وده خلى شان يصمم انه يدخل لسان ويقتلها. فوقف ويجي في وشه وقال له انها ما عملتش حاجه، وبرده شان مصمم وقالوا ان لو ما بعدش فيها يقتله هو كمان. فمسكوه الحراس ال5 هدوه، بس كمان كان رايهم من راي شان وان الاميره خاينه وملهاش امان. فزعق لهم ويجي بصفته القائد وطلب منهم يرجعوا لاماكنهم والا عقابهم هيبقى كبير. وكانت سان سامعه كل حاجه وساكته، بس شويه راح لها شيا وقبل اي حاجه اعتذر لها انه ظلمها قبل كده وطلب منها تسامحه، وقال لها انه عارف انها ضحت بكل حاجه علشان ويجي وانها فعلا اتغيرت، بس جد ويجي مات من جراحه في الحرب مع جيش عيلتها، وبسببها ويجي قاتل جنوده والوضع بقى صعب جدا. ولو هي فعلا بتحب ويجي فلازم تفكر كويس وبعدين تاخد القرار الصح. وسابها تفكر، فكتبت سان رساله لوالدها وبعتتها لكو، سلمها له بايده وكانت طالبه فيها من والدها انه ينسحب قبل المغرب والا هيعدموها. فكان رد الامبراطور على الرساله بانه ما عندوش بنات ومعتبرها ماتت من زمان. ولما سان عرفت فضلت تعيط وقالت لكو انه كان غلطان لما عمل كده، فقال لها ان جيش الامبراطور محاصرهم والاكل قرب يخلص وقريب هيموتوا من الجوع، وعلشان كده قرر انه يتصرف. ودخل ويجي بعد كده ولمه هو كمان انه اتصرف من وراه. وبالليل لقى زيرو جات له وادت له كتب التقنيات الشيطانيه اللي لقيتها في الجزيره وسابته ومشيت. بس ويجي استخدم حل تاني وقدروا به انهم يهزموا جيش الامبراطور واجبروه انه ينسحب. وراح ويجي بلغ سان وهو سعيد جدا، بس هي ما قدرتش تفرح ولا تحتفل مع ويجي وبقت طوائف. وراح لها شيا وقال لها ان حياتها مع ويجي هتبقى صعبه جدا ومش هتقدر تتحملها، وفضلت تجادل معاه وتدافع عن حبها، وقالت له انها تقنع ويجي انه يتخلى عن كل حاجه ويهربوا، بس هو اقنعها انها لازم تمشي. ولما ويجي اكتشف انها مشيت اعترف له انه هو السبب وهو اللي خلى شيا يقنعها. وللاسف قبض جيش الامبراطور عليها وهي ماشيه، كان والدها مصمم انه يقتلها،
واتذاع خبر انفصالها عن ويجي بين الطوائف، ويفكروه هو اللي عمل كده لانه فعلا انهم خطر عليهم، وخرجوا يقتلوا جيش الامبراطور وهم كلهم حمس من غير ما ياخدوا راي ويجي. ولما عرف راح لهم وهو مفزوع من كم القتلى، فكملت عليه زيرو وقالت له ان الامبراطور قتل الاميره صان وعلق جثتها على شجره وخلى الطيور تاكلها، وكان ويجي مش قادر يمسك دموعه من الحزن وحمل نفسه الذنب، وعمل لها قبر ووعدها انه هيروح لها بسرعه، وما كانش قادر تملك اعصابه فخرجوا مكانه وادى الجيش اوامره. بس قاده الطوائف رفضوا اللي بيحصل وبقوا يتصرفوا من دماغهم، وده خلاهم يتهزموا اكتر. ولما حس شينجو ان والده في خطر خرج له وقف دافع عنه، واتصاب ومات في حضن والده جنبه زيرو وهي بتعيط عليه. وراح الحراس الخمسه لويجي وحاولوا يفرقوه وقالوا له انهم لازم ياخدوا حق كل الناس اللي ماتت، فقرروا انه يهجم على معسكرات الامبراطور وينتقم لصن كمان. ولما الاب الروحي حس ان الكل في خطر خرج ووقف يدافع عن الموجودين، وحتى اخذ اسهم الرماة كلهم في ظهره بدل زيرو مات. ودي كانت خساره كبيره على ويجي اللي حس انه متدمر، ووقف ودعمه بكلماته وتعليماته ليه، واقسم انه لازم ينتقم انتقام يخلي الاعداء يندموا على اليوم اللي قربوا فيه منهم. وبدا يدرس المواقف العسكريه بتاعتهم، وخرج خطف في كل المقاتلين الموجودين وقال لهم ان من النهارده كلهم واحد، ما فيش اي حواجز بينهم. وراح عند قبر الاب الروحي لقى زيرو هناك هي كمان واقفه تدعي له، وبعد شويه فكر انهم ممكن يصنعوا سيف شبه سيف التنين، وفعلا عملوا كده وجرحوا نفسهم وحطوا دمهم على السيف. وبالليل قعدوا كلهم عند البحيره، وكتب كل واحد منهم اسم الشخص اللي مات تبعه على مصباح صغير، وحطوا المصابيح في البحيره. ودي كانت عاده عندهم. ولما جا ويجي يحط مصباح باسم صن، لمح واحده متخفيه قريبه منه وحس انها صن، فمشي وراها وطلع ظنه في محله، وقالت له ان اخوها هو اللي انقذها من الموت وهي هربت تاني دلوقتي علشان تشوفه. وطلبت منه اخر طلب ليها عنده هو انه يقابلها تاني يوم ويجيب لها دبوس الشعر بتاعها، ودي كانت حجه علشان تقابلوا بيها. وبعد ما اخذت الدبوس ادت له منديل قماش مطرزه بنفسها، وهم ماشيين قابلهم الحراس الخمسه وكانوا فرحانين انهم عايشين، وطلبوا منها تستنى معاهم كمان. وتعاكس الموضوع خالص وقالوا انها لو اتجوزت القائد فده هيضعف معنويات جيش الامبراطور وهيقوي صفهم. فرد عليهم يانج وكو وقال لهم ان الزواج ده مساله شخصيه ومحدش ليه دخل فيها غير ويجي والاميره وبس. فخرج ويجي وراح قال لها ان الكل مستنيها علشان يرحب بيها. ولما خرجت لهم اعتذروا لها انهم كانوا بيعاملوها بطريقه مش كويسه، والكل اقترح انهم يتجوزوا بسرعه ولسه هيعلنوهم زوج وزوجه. سابت ايده ومشيت وقالت له ان خاله شام بيكرهها وممكن يقتلها في اي لحظه، ده غير انها خايفه ان والدها او اخوها يتقتل على ايده. فهدها ويجي وطلب منها تخليه يقابل والدها. وفعلا تاني يوم من بدري راح له ونجح في انه يقنعه يوقف الحرب ويتجوز صان، وبارك زواجهم كمان، واخد ابنه وامر بحبس القوات. ولسه هيمشي اكتشف ويجي ان في خيانه بتحصل، وقائد تبعه هاجموا ويجي وظهر رماه من طائفه شاول وقتلوا الامبراطور، وكل ده كان من ترتيب القائد شو. وطلب الامبراطور من ابنه الامير انه يهرب قبل ما يغدروا به هو كمان. ورجع ويجي لتشو وسالوا ليه هو عمل كده، وطلع كل القاده كانوا عارفين الخطه دي وخدعوه مع تشو. ودخلت صن بسيفها وكانت عايزه تقتل تشو، وقالت له انه لو كان قتل والدها في ساحه الحرب ما كانتش اشتكت، لكن اللي عمله ده رخيص جدا. فوقف ويجي قدامه وقال لها ان القائد ومستعد يدفع ثمن غلطاته كلهم. فسابته ومشيت واخدت جثه والدها على عربيه علشان تبعد. فوقفها ويجي وطلب منها تقعد معاه، بس هي رفضت وطلبت منه انه يسيب كل حاجه ويمشي معاها. بس هو قال لها انه مش هيقدر يتخلى عن المسؤوليه اللي على كتافه. فبصت له بخيبه امل وحزن ومشيت. ولقى المعلم الكبير جاله وقال له انه فرحان بيه لانه نجح في توحيد الطوائف، وعرض عليه انه يعلمه حركات قتاليه جديده علشان يهون عليه زعله، وقال له انه لسه شاب ويقدر يعوض اي حاجه خسرها، ولازم يفهم ان الانسان مش بيكسب كل حاجه. فرجع ويجي لمقر الطائفه ولقى يانج بيبلغه انه هيبقى امبراطور الطوائف كلها. فبص ويجي على كرسي الامبراطور ومنديل صن وقال لهم انه كل ده هدفه هو انه الناس كلها تعيش في امان وسلام. ومسك سيف التنين وكسر كرسي الامبراطور وطلب منه كل اللي واقفين انهم يساعدوه. وفضل يدور على صن في كل مكان لمده كبيره لحد ما الاخر لقاها واتجمعوا من تاني، وهي كانت مستنيه اللحظه اللي يوصل لها فيها، وعاشوا مع بعض في سلام. ودي كانت النهايه، وسلام.